اهلا بيكم في قناتي الشخصيه. انا مصطفى وبعضكم يعرفني ان انا صاحب قناه ستوري تايم. لو ما تعرفش ايه هي قناه ستوري تايم، فهي قناه بتهتم بفن القصه ايا كان ايه الوسط اللي بيتم عرض القصه عليه. هتلاقيني عليها بناقش وبحلل وبشرح تفاصيل من العاب وافلام ومسلسلات وروايات وكوميكس. تقدر تزور قناه ستوري تايم من الرابط اللي على الشاشه ده، وهسيبه برضو في الديسكريبشن. طيب، بما ان قناة ستوري تايم كبيرة وقديمة كده، ايه اللي خلاني اعمل قناة جديدة؟ على ستوري تايم انا بتبع معيارين اتنين بصرامة. اول معيار، انا بتكلم فقط عن المواضيع اللي ليها علاقة بالقصص، يعني اي حاجة تانية حتى لو كان ليها علاقة بالسينما او الالعاب بس مش بتركز على القصة نفسها، مش بتناولها في القناة. تاني معيار هو اني دايما بحاول في فيديوهاتي اني اكون محايد وموضوعي علشان المحتوى يجذب ويمتع كل الناس. يعني بتجنب اني اقول رأيي الشخصي باستفاضة في الحاجات اللي بتكلم عنها. اقصى حاجة ممكن اعملها هي اني ممكن اقول رأيي بشكل مختصر وعابر كده في اخر الفيديو علشان اشجع المشاهدين على النقاش. المعيارين دول بالرغم من انهم ساعدوا في زيادة شعبية قناة ستوري تايم، الا انهم برضو حجموا محتوى القناة بشكل كبير. في مواضيع كتير بعض المتابعين بيطلبوها مني، زي اني اتكلم عن جوانب غير قصصية في بعض الاعمال الترفيهية، او اني اقول رأيي في عمل ما على شكل ريفيو مثلا او نقد. بس انا ما برضاش اعمل الحاجات دي بسبب انها مش متوافقة مع موضوع القناة ومعاييرها اللي ذكرتها من شوية، وهو ده السبب اللي خلاني اتوجه لعمل قناة شخصية. في القناة دي مش هيبقى فيه اي حدود للمحتوى اللي بعمله، هتكلم عن مواضيع متنوعة، هقول رأيي الشخصي الذاتي واناقشه معاكم، وممكن كمان نعمل فقرات اسئلة واجوبة من وقت للتاني. لو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى فيسعدني جدا انك تعمل سبسكرايب للقناة دي، وشكرا مقدما لمتابعتكم.